اسمع بقى، اللي هتحضره دلوقتي قصة حقيقية بس مطبوخة بكوميديا سخنة. لو حصلت لك قبل كده صلي عليا الحبيب النبي محمد واعمل لايك واشتراك واكتب استغفر الله العظيم في التعليقات. ولو ما حصلتش استنى، هتحصل. النهارده عنوان القصة: الشارع اللي طلع دوار. النهارده قررت اروح ازور خالتي. الموضوع بسيط، شارع واحد ولفة شمال، يعني مستحيل اتوه، صح؟ غلط. خرجت من البيت وانا واثق بنفسي. أول شارع دخلته لقيت عم عبده قاعد قدام الكشك. قلت له: يا حاج، شارع النور فين؟ قال لي: بص، هتدخل يمين، بعدين شمال، بعدين تمشي قدام، بعدين ارجع تاني. قلت له: ليه؟ قال لي: عشان هو دايما بيرجع اللي يروحه. ضحكت ومشيت. لقيت نفسي بعد 20 دقيقة ماشي وصلت لنفس الكشك. عم عبده بصلي وقال لي: شفت؟ قلت لك. قلت يمكن الدنيا بتستهبل عليا. فتحت بائس الموبايل فصل شحن. ركبت توك توك، قلت للسواق: شارع النور يا باشا. قال لي: عينيا. بعد 10 دقايق لقيته واقف بيا قدام عم عبده. قلت له: انت رجعتني للكشك؟ قال لي: هو ده النور اللي ربنا عايزك توصله. في الآخر اتصلت بخالتي: أنا جيت 3 مرات لنفس الشارع ومش لاقيه. قالت لي: يا حبيبي احنا نقلنا من سنتين. قفلت الموبايل وروحت قعدت على الرصيف جنب عم عبده وبقينا أصحاب. وأهو يوم عادة بس سايبيلكوا ضحكة وسؤال: لو انت مكاني كنت تعمل ايه؟ اكتب في الكومنت وابقى قابلني.